العصابات في عالم المصارعة شيء ممتع جدا، وبتدي فرص للمصارعين يظهروا، وبتصنع نجوم. وزي ما في عصابات غيرت تاريخ المصارعة زي ال NWO وال DX، وعصابات صنعت نجوم زي Evolution، زي ما في عصابات ملهاش لازمة زي 3MB. بس النهاردة هنتكلم على واحدة من أكتر الفرص المهدرة في تاريخ ال WWE، النكسس. وأنا في الفيديو هتكلم على النكسس الأصلي وليه فشل، لأن في نيو نكسس تحت قيادة CM بانك، وأنا شايف إن أنا أسيبه الفيديو لوحده لأني مش شايفه مهم قوي زي النكسس الأصلي، وممكن أجمع الفيديوهين على بعض لو عايزين. بس قبل ما أبدأ الكلام حابب أشكر شرقاوي 9699 صاحب فكرة الفيديو. ويلا بينا نبدأ. بص يا باشا، أنا هفهمك الأول النكسس جاي منين. في 2010 فينس ماكمان أعلن نهاية ECW بعد ما كان مهزقهم معاه، وأعلن إن هياخد مكان عرض ECW هو عرض جديد اللي هو NXT. و NXT ساعتها كان عبارة عن 8 مصارعين شباب بيديرهم 8 مصارعين محترفين من المين روستر، وكان برنامج مسابقات، جري حواجز على أسئلة سرعة على مسابقة بروموز، شوية ضحك كده. وكل أسبوع حد يطلع من المسابقة، واللي يكسب في الآخر ياخد فرصة على حزام من اختياره في أي عرض. واللي كسب العك ده كله في الآخر هو ويد بارد. ولو حد ما يعرفش مين أعضاء نيكسس فهم ويد بارد، دانيال براين، دارين يونج، سكيب شيفيلد أو رايباك، مايكل تارفر، ديفيد أوتانجا، جاستن جابريال، وهيث سليتر. ونبدأ في المهم ونروح لرو يوم 7 يونيو. المذيعة تسأل ويد بارد عن فوزه بNXT، وهو يقول إنها لازم تسأله الأسبوع اللي جاي عن الإنجازات، عشان هو هيحقق إنجاز متحققش في التاريخ، والتغيير هيحصل في WWE. وفي المين إيفنت بين CM بانك وجون سينا، جون سينا كان لسه عامل 5 ناكل شافل لCM بانك، بس مرة واحدة بان على وشه الاستغراب، واللي بيبص له هو ويد بارد اللي فضل واقف مكانه. وجون سينا يعمل الحركة البانك ولسه يعمل له الAA، يسيبه عشان ويد بارد بدأ يتحرك ناحية الحلبة. وفي نفس الوقت بقية أعضاء النكسس يظهروا ويضربوا لوك جالوس وCM بانك، وبعدها يحوطوا الحلبة ويطلعوا ويضربوا الحكم، وبعدها يمسكوا جون سينا يرنوا على القد تمام، وينزلوا ويضربوا كل الموجودين حوالين الحلبة معلقين. بقى المذيع بتاع أسامي المصارعين كله اتضرب بلا استثناء. وعلى ذكر المذيع بتاع أسامي المصارعين، فدانيال براين خنقه بالكرافتة بتاعته، وده اللي اتسبب في رفضه من WWE بعدها بكام يوم. ودي أحسن حاجة حصلت له في القصة، لأنه ملوش مكان مع المصارعين دول، هو أعلى منهم بكتير. بس نرجع لمرجوعنا، هم كسروا كل حاجة، ترابيزة المعلقين والحلبة والأرضية اللي حوالين الحلبة خلعوها، ويكملوا ضرب في جون سينا. ويد بارد يعملوا الفينش بتاعه، وبعدها جاستن جابريال يعملوا الفينش بتاعه برضه. ودي من أكتر فقرات جنون وجمدان اللي عروض الرو تنتهي عليها، وحاجة غير متوقعة إن هم جم وحطوا على كل حاجة بالشكل ده. بس خلينا نكمل كلامنا برو الأسبوع اللي بعده. ويد بارد يطلع مع الرجالة ويرفض الاعتذار عن اللي حصل الأسبوع اللي فات، ويقول إن في NXT تم التعامل معهم كحيوانات، وإن الناس لما يتم التعامل معهم كحيوانات هيبدأوا يتصرفوا كحيوانات، وإن هما كانوا بيتعاملوا كنكتة في NXT. بس الأسبوع اللي فات محدش كان بيضحك بسبب الدمار والخراب اللي عملوه. مدير عرض الرو بريت هارت يطلع ويقول عليهم إن هما جبناء عشان اتكتروا وضربوا CM بانك وجون سينا والمذيعين والمعلقين. فويد بارد يرد عليه بإن كان في عضو معاهم اسمه دانيال براين طردوه عشان كان زيه، كان عنده سيكة رحمة. فبريت هارت يقول له إن جون سينا هيلعب على الحزام في البيبر فيو سواء عجبك أو لأ. فويد بارد يقول له ان الموضوع ملوش علاقه بجون سينا، احنا مشاكلنا مع الاداره. ويقول له انا عندي عقد وليا ماتش على حزام WWE، بس الرجاله دي ليها طلبات. فديفيد اوتانجا يقول ان هم عايزين عقود وغرف تغيير ملابس خاصه، وان هم يسافروا يقعدوا في فنادق درجه اولى. انت هتزيد يا اسطى، مش عايز DVD. طبعا بريت هارت يرفض طلباتهم ويرفض ويد بارد. وبعد كده في العرض النكسس يطلعوا ويبقوا عايزين يهجموا على جون سينا تاني، وشويه مصارعين يطلعوا عشان يحموا جون سينا. فالنكسس يطلعوا لهم وهم والمصارعين التانيين يمسكوا في بعض، والمصارعين يعرفوا يطلعوا النكسس من الحلبة، وبعد كده يجروهم بره القاعة. وفي آخر العرض يرجعوا يهجموا على بريت هارت ويرموا جوه عربية ليموزين، واللي بيسوق العربية يفضل يخبطها في عربيات تانية، وويد بارد يطلعوا من العربية ويفضل يزعق له بأنهم عايزين عقودهم يوم الحد. ونروح لبيبر فيو فيتال فور واي، وفي وسط ما المين ايفنت بين ايدج وسينا واورتن وشيماس شغال، النكسس يضربوا شوية مصارعين في الباك ستيج، وبعدها يطلعوا الحلبة ويضربوا كل اللي في الماتش. وشيماس في وسط الزحمة يستغل الوضع ويثبت جون سينا ويكسب حزام WWE ويفلق من الحلبة، وهم يكملوا ضرب في جون سينا ويعملوا له الفينيشات. بس شيماس يظهر ومعاه الحزام وبيحتفل، فيطلعوا يجروا وراه، وده اللي العرض يخلص عليه، كل المصارعين متدشملين وعلى الأرض. ونروح لعرض الرو الليلة اللي بعده. النكسس يطلعوا ويقولوا ان اللي عملوه ده عشان هم كانوا عايزين عقود في WWE، ويعتذروا لبريت هارت وجون سينا وللجمهور، ويقولوا ان هم خلاص حصلوا على العقود فكل حاجة ممكن ترجع لطبيعتها. وويد بارد يقول ان هم عملوا اتحاد بينهم او نكسس استحالة يتكسر، ودي اول مرة يستعملوا فيها اسم النكسس فعلا، وانه حاطط عينه على بطولة WWE. والعرض ده يا صديقي كان اول عرض يبقى فيه مدير عرض الرو الخفي. وفي اخر العرض يطلعوا يبوظوا المين ايفنت اللي بين جون سينا وشيماس
على حزام WWE. فشيماس يهرب وجون سينا يدفنوه تحت ترابيزة المعلقين، ومستر ماكمان اللي كان حكم الماتش يفضل يطبل لهم، ومرة واحدة يبصوا له بصة جد ويبان على ماكمان القلق، بس يضحكوا كده وما يعملوش حاجة. ومرة تانية يبصوا له جد ويحاوطوه، بس المرة دي يضربوه، وويد باريت وجاستن جابريل يعملوا فينيشاتهم، وعرض الرو خلص على كده. ونروح لرو الاسبوع اللي بعده، رو 28 يونيو. المدير الخفي يطلع بقانون ان لو النكسز هجموا على اي مصارع عقودهم هتتفسخ، ولو المصارعين هجموا عليهم هيتوقفوا. فالنكسز يمسكوا الاساطير ريكي ذا دراجون ستيمبوت، مايكل هيز، ارن اندرسون، ديم مالينكو، جيري لولر، مايك ريتوندا، ويعجنوهم ضرب، بما انهم مش مصارعين حاليين في WWE ومحدش لحقهم عشان ما يتوقفش. والاسبوع اللي بعده النكسز يطلعوا في اول العرض، وويد بارد يرفض انه يقول عن سبب هجومهم على مستر ماكمان، وان مستر ماكمان كان فاكر ان هو يقدر يسيطر عليهم، بس هو ما كانش فاهم اجندتهم. ومايكل كول تجيله رسالة من مدير عرض الرو، واللي هي ان اعضاء النكسز ما ينفعش ينافسوا على اي لقب لحد اشعار اخر، والقانون اللي اتحط الاسبوع اللي فات اتلغى. فجون سينا يطلع ومعاه شوية مصارعين ورايحين يهجموا على النكسز، بس مصارعين تانيين هيلز يهجموا عليهم. وبعد ما جون سينا والرجالة عرفوا بعدوا شيماس واللي معاه، جون سينا يقول له انت بتعمل ايه يا عم؟ فشيماس يرد عليه بان هم مش لازم يهاجموا النكسز، لان المصارع الوحيد اللي بيهاجموه هو انت. فمدير عرض الرو يبعت ايميل بان جون سينا لازم يسلم على ويد بارد في اخر العرض. ففي اخر العرض جون سينا يرفض يسلم على ويد بارد، فويد بارد يهدده بانه لو ما سلمش عليه مش هيحصل له كويس. فجون سينا يسلم عليه ويحاول يعمل له الاي اي، بس يعرف يفلت وكل اعضاء النكسس يخشوا يضربوه. فرجاله عرض الرو يطلعوا يدافعوا عن منطقتهم وعن جون سينا ويعرفوا يسيطروا ويطلعوا النكسس بره. فمدير عرض الرو يبعت ايميل بيقول بسبب اللي جون سينا عمله فهو هيواجه النكسس في ماتش 7-1 الاسبوع اللي جاي. وفي نفس الوقت جون سينا كان ماسك دارين يونج وعدمه العافيه ودفنه تحت ترابيزه المعلقين. وبالنسبه للاسبوع اللي بعده فالنكسس يضربوا شويه مصارعين فيس، وفي الماتش النكسس يعرفوا يكسبوا جون سينا بعد 450 سبلاش من جاستن جابريل. وبعد الماتش جون سينا يجيب كرسي يأمن بيه نفسه ويطلع النكسس بره الحلبة، فالنكسس يحوط الحلبة عشان يهجموا، بس شيماس يطلع بكرسي ويساعد جون سينا والنكسس يهربوا. وفي عرض ماني ان ذا بانك النكسس يتدخلوا في المين ايفنت اللي بين شيماس وجون سينا ويكلفوا جون سينا الماتش، وشيماس يكسب وحبة منهم بيجروا وراه. فجون سينا بعد الماتش يدشمل دارين يونج ومايكل تارفر. والليلة اللي بعدها في عرض الرو النكسس هجموا على كريس جيريكو وايدج، هما دشملوا ايدج الاول وبعده كريس جيريكو، عشان كريس جيريكو كان عامل فيها صاحب ويد بارد وانه السبب في تكوين النكسز ونجاحهم. وفي اخر العرض ويد بارد يكسب مارك هنري طبعا بعد تشتيت من النكسز. وبعد الماتش ويد بارد يطلب من جون سينا انه يطلع، ولما جون سينا يطلع ويد بارد يعرض عليه فرصة الانضمام ليهم او ان هم يضربوه. فجون سينا يمشي وهو واقف يقول ان هو هينهي النكسز باي طريقة. وواحد واحد فريق جون سينا لسمر سلام يطلع ويخشوا الحلبة عشان يهجموا على النكسز، بس النكسز يتراجعوا. وفي ال3 اسابيع اللي بين ماتش النكسز وفريق WWE النكسز يهجم على جريج كالي ويتسبب في ان هو ما يشاركش في الماتش، وتيم WWE يطلب من زاميز انه ينضم للفريق، فزاميز يقول لهم ان هو هيرد عليهم يوم الاحد في العرض. ودول اهم نقطتين قبل ما نخش على الماتش. وبالنسبه للماتش فزاميز قبل العرض، بس عشان تيم WWE ما كانش ينفع يستنى اجابه لحد يوم العرض فبدلوا زاميز بدانيال براين. والماتش حلو حلو، ودانيال براين بان فيه بشكل كويس وعمل اقصائين، واحد منهم في اول دقيقه، وما خرجش من الماتش غير بعد تدخل من زاميز. وهو من هنا بقى تيجي المشكله، ويد بارد اقصى دانيال براين واتبقى هو وجاستن جابريل ضد جون سينا. جميل جميل. المشكله في البوكينج العظيم اللي هقول لك عليه اهو. ويد بارد وجاستن جابريل يشيلوا الارضيه اللي حوالين الحلبه، وويد بارد يعمل DDT لجون سينا على الاسفلت او الارضيه الاسمنتيه. حاجه زي دي اقل حاجه ارتجاج في المخ، بس السوبر سينا ولا يهمه، ويد بارد يرميه جوه الحلبه وجاستن جابريل يعمله ال450، بس جون سينا يفاديه ويقصي ويخش ويد بارد، فجون سينا يعمله الSTF ويد بارد يستسلم. ليه انت خدت كل البناء اللي عملته للنكسز ورميته في الزباله. واقول لك ان في الخطه الاصليه كان المفروض النكسز يكسبوا، بس جون سينا غير النهايه في اخر لحظه، وايدجي وكريس جيريكو كانوا معترضين على تغيير النهايه، فدي اللحظه اللي كل حاجه خربت فيها. بس نكمل. الليله اللي بعدها النكسز يطرد دارين يونج من الفريق، وبعدها بيومين سكيب شيفيلد يتصاب في كحاله، كده فاضل 5 بس في الفريق. وبعدها باسبوعين في عرض الرو يوم 30 اغسطس عرض الرو 900 كانوا هيواجهوا تيم رو في ماتش 5-5، بس قبلها هيهاجموا الاندرتيكر عشان يحاولوا يثبتوا ان هم لسه مسيطرين. وبالنسبه للماتش فالنكسز كسبوا، وفي الماتش جاستن جابريل عرف يقصي جون سينا، وويد بارد ثبت راندي اورتن عشان يكسبوا الماتش.
وفي نايت اوف تشامبيونز ويد بارد يستعمل الفرصة اللي متاحة ليه انه يلعب على حزام الدبليو دبليو اي، ويلعب في ماتش اقصاء سداسي مع شيماس وجون سينا وراندي اورتن وايدج وكريس جيريكو، ويعرف يقصي جون سينا بعد تشتيت من النكس طبعا، ويتم اقصائه رابع واحد من الماتش، وراندي اورتن هو اللي يكسب في الاخر. والليله اللي بعدها جون سينا يبقى عايز ويد بارد في ماتش، بس ويد بارد يقول انه مش هيواجهه غير لما يكسب اعضاء النكسس الاربعه، وبالفعل جون سينا يكسبهم، وجون سينا هيواجه ويد بارد في عرض هيل ان ذا سيل. ولو ويد بارد كسب جون سينا هينضم للنكسس، ولو جون سينا كسب النكسس هينتهي. وبالنسبه للماتش ففي اخر الماتش مايكل ماجيليكادي او كيرتس اكسل يشتت الحكم، وهاسكي هيرس او بري وايت يضرب جون سينا بماسوره، وويد بارد يكسب وجون سينا ينضم للنكسس. والليله اللي بعدها يدوله شاره اللي بتتحط على الدراع، ومجهزين له خطاب بمناسبه انضمامه للنكسس، واللي مكتوب فيه انه خلاص انضم للنكسس واي عدو للنكسس هو عدو ليه. وبالنسبه للجماهير يتمنى ان هم يقفوا معاه، عشان انت يا اما مع النكسس يا اما ضدهم. ويد بارد خلاه يختار زميل ليه لماتش تاك تيم ضد مارك هنري وايفن بورن، وجون سينا اختار مايكل تارفر. وفي الماتش جون سينا يفضل يرضيه ويرفض ان يتعمل له تاج، وينزل يوقع على اوتوجرافات. وطبعا مايكل تارفر خسر، وبعد الماتش جون سينا يدشمله وما يظهرش تاني. وبعد الماتش وصل ايميل من مدير عرض الرو مكتوب فيه ان جون سينا لازم يسمع كلام ويد بارد والا هيتفسخ عقده. وبعد كده في نفس العرض جون سينا يقصي نفسه من باتل رويال بتدي ماتش على حزام الدبليو دبليو اي في براجنج رايتس بعد ما ويد بارد امره بكده. وفي براجنج رايتس جون سينا وديفيد اوتانجا يكسبوا حزمة التاك تيم من كودي رودز ودرو ماكنتاير. وبالنسبه لماتش ويد بارد وراندي اورتن فويد بارد يقول لجون سينا انه لو ما كسبش الماتش ده هيطرده من الدبليو دبليو اي، فجون سينا يهاجم ويد بارد في اخر الماتش، وده اللي يتسبب في فوزه بالدي كيو، وده اللي عصب راندي اورتن وخلاه يعمل اركي اول سينا. والليله اللي بعدها في عرض الرو ويد بارد يخلي ديفيد اوتانجا وجون سينا يخسروا من سليتر وجابريال وياخدوا منهم الاحزمه، وويد بارد يضم عضوين جداد للنكسس مايكل ماجيليكادي وهاسكي هيرس. وفي سيرفايفر سيريس هيبقى في ماتش بين ويد بارد وراندي اورتن، والحكم هو جون سينا، ولو ويد بارد كسب جون سينا هيبقى حر من النكسس، بس لو خسر جون سينا هيتم طرده من الدبليو دبليو اي. وفي الماتش راندي اورتن كسب وجون سينا اتطرد. والليله اللي بعدها في رو يوم 22 نوفمبر جون سينا يودع الجمهور ويطلب منهم يغنوا ليتس جو سينا وسينا ساكس لاخر مره، وسينا يطلع من القاعه ويودع اورتن ويمشي، وويد بارد باصص عليه وهو ماشي، وتفتكر ان كده جون سينا خلاص مشي، بس في الواقع لا، جون سينا رجع في المين ايفنت وهاجم على ويد بارد وكان السبب في خسارته ضد راندي اورتن على حزام الدبليو دبليو اي. وهنا انت يمكن تعتبرها بدايه نهايه النكسس خلاص، يعني 7 شحوطه مش عارفين يسدوا قدام واحد بطوله. بس نروح للاسبوع اللي بعده، جون سينا يهجم على مايكل ماجيليكادي في الطرقه ويعمل له اي، وفي نفس العرض يعمل اي لسليتر على ترابيزه المعلقين. وهنا تبدا واحده من احسن العداوات في التاريخ بين جون سينا وسي ام بانك، بسبب ان جون سينا دلع الحاجه الساعه الدايت بتاعت بانك. وبعدها في نفس العرض جون سينا يتحصل من النكسس بره القاعه، بس مصارعين تانيين يتدخلوا وينقذوه ويهجموا على النكسس، ويعمل لجبريل على كبوت عربيه. والاسبوع اللي بعده جون سينا يهجم على ديفيد اوتانجا وهاسكي هيرس في فندق، وفي العرض جون سينا يكون السبب في خسارة جاستن جابرييل وسليتر لحزمة التاك تيم لفلاديمير كوزلوف وسانتينو ماريلا. وفي اخر العرض النكسس يسيب ويد بارد يواجه جون سينا لوحده، بس ويد بارد يفلق ويتخانق معاهم، وديفيد اوتانجا يقول له يا اما ترجع جون سينا للدبليو دبليو اي يا اما هنطردك من الفرقه. والاسبوع اللي بعده ويد بارد يقول لجون سينا انه هيرجعه بشرطين، اول واحد انه يواجه ديفيد اوتانجا في نفس العرض النهارده ويواجهه في عرض تي ال سي في ماتش كراسي. وجون سينا قبل طبعا واتهاجم عليه من النكسس، وجون سينا كسب الماتش، وبعد الماتش مسك ديفيد اوتانجا ودشمله بالكرسي. وفي عرض تي ال سي جون سينا خلص على النكسس الاصلي بانه كسب ويد بارد القائد بتاعهم بانه عمل له اي على الكراسي. وبعد الماتش جون سينا يدفن ويد بارد ومعاه قصه النكسس تحت الكراسي في النيو نكسس زي ما قلت لك تحت قياده سي ام بانك. ممكن نتكلم عليها بعدين، بس باختصار كده بانك بقى هو القائد، وجاستن جابرييل وسليتر راحوا مع ويد بارد سماك داون وعملوا عصابه اسمها زاكور، عصابه ملهاش لازمه برضه بس ممكن نعمل لها فيديو. بس ابرز حاجه عملوها ان هم كسبوا حزمه التاك تيم، وويد بارد كسب حزام القارات، والنيو نكسس دخلوا شبيه باتيستا ده ودخلوا عداوه مع اورتن اتدشملوا فيها، واورتن كسب بانك في المانيا. وتعتبر النقطه المضيئه الوحيده في النيو نكسس هو فوز بانك على سينا في ماني ان ذا بانك 2011. لو اعتبرته لسه في النكسس بالرغم من انه كان خلاص خلص من التيشيرت بتاعهم ولبس التيشيرت الايقوني بتاعه. بس الخلاصه كده ان النكسس كان لازم يكسبوا ماتش سمر سلام، والبوكينج كان يبقى اقوى من كده شويه، مش كل لما جون سينا يشوفهم يحط عليهم،
ونقدر نقول ان دانيال براين هو اللي نجا منهم. وهاسكي هيرس بعد التغيير لبري وايت عمل مسيرة كويسة، وويد باريت برضه عمل مسيرة مقبولة، وطبعا سكيب شيفيلد اتحول لرايباك، وهيث سليتر كان كويس في 2016. وعموما هيفضل النكسس من اكبر الفرص المهدرة لو كانوا كسبوا في سمر سلام. وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك وادي سبسكرايب وسيب رأيك ازاي نطور المحتوى ورأيك في الفيديو، والسلام عليكم.